بص بقى، لو زهقت من الشغل التقليدي وعايز دخل إضافي محترم وانت قاعد في بيتك، الفيديو ده معمول علشانك. والله انت بالذات، انا مش جاي اطول عليك. انا جايب لك الزيتونة والخبزة الأكيدة بس كده عن أقوى وأفضل 3 طرق للربح من الإنترنت دلوقتي. الطرق دي مش مجرد كلام، ده طرق مربحة جدا جدا، بس محتاجة منك شوية مجهود وتركيز. ويلا ندخل في الموضوع على طول. الطريقة الأولى، الكنز اللي ما بيتكررش، الفريلانسنج. دي الطريقة رقم نمبر 1 اللي جابت فلوس لناس كتير جدا وأنا واحد منهم. الفريلانسنج ببساطة يعني بتبيع مهارتك على الإنترنت. عندك مهارة معينة تبيعها. عندك مهارة إيه؟ بتعرف تصمم جرافيك، بتعرف تكتب مقالات، بتعرف تكتب محتوى، الكتابة الإبداعية أو التسويقية، بتعرف تترجم، بتعرف تمنتج فيديوهات، بتعرف تعمل ايه، اتكلم اكتر من ايه. بس كده انت هنا في السليم. كل المهارات دي عليها طلب خرافي من مواقع زي خمسات او مستقل او حتى كمان اب وورك. لو بتعرف تتكلم انجليزي، ابني لنفسك بروفايل قوي، حط فيه افضل اعمالك وابدأ قوم على الشغل. انت ممكن تبدأ بمبلغ صغير قد كده، ومع الوقت قد كده، ومع الوقت ارقامك هتتضاعف من 3000 ل 4000 دولار، وهتكون محترف مطلوب بالاسم. عايز كذا، عايزك انت تعالالي. الطريقة التانية الدروب شوبينج. كتير يعني مننا بيخافوا من التجارة علشان الفلوس والبضايع والمخزن والشحن. هنا بقى بيجي قوة الدروب شوبينج. ده نموذج تجارة عبقري. أول حاجة أنت بتختار المنتج المعين، ممكن يكون عبر موقع زي مثلا علي اكسبريس أو علي بابا أو غيره. تاني حاجة بتعرض المنتج ده في محرك إلكتروني خاص بك أنت شخصيا، ممكن على موقع معين. تالت حاجة إن الزبون بيشتري منك وأنت بتاخد فلوسه. ورابع حاجة، أنت بتستخدم الفلوس دي علشان تشتري المنتج من المورد، وتخلي المورد هو اللي يشحنه له للزبون، وانت قاعد مكانك. يعني انت هتكون وسيط ذكي، بتكسب فرق السعر بس كده من غير ما تحط جنيه واحد في البضايع او في المخازن. وده محتاج شوية دراسات للتسويق والسوق في نفس الوقت، بس العائد بتاعها ممكن يكون مهول كبير. حاجة حلوة. أما الطريقة الثالثة وهي الذهب اللي ما بيخلصش، صناعة المحتوى والتسويق بالعمولة. انت مثلا تكون الكومنتات، لو انت بتعرف تقدم قيمة للناس، برنامج معين، شرح معين، يبقى انت عندك منجم ذهب. مش لازم تكون يوتيوبر مشهور، لازم تكون مدون، بتكتب مقالات مفيدة او حتى بتعمل محتوى تعليمي عن اي منصة او اي منصة. الربح هنا بيجي منين؟ بيجي من التسويق بالعمولة. ببساطة انت بتختار منتج او خدمة انت واثق بيها، وسوق عميق زي ما بيقولوا يعني كده. انت مثلا زي نظام كاميرات، كورس، استضافة مواقع، والشركة ذات نفسها بتدير لك اللينك الخاص بتاعك. وكل ما حد بيدوس على اللينك ده ويشتري، انت بتاخد عمولتك محترمة جدا. والميزة هنا، انت بتكسب فلوس وانت نايم، لان اللينك بتاعك شغال 24 ساعة، 48، 56. طول ما هو ده موجود انت موجود، واللينك بتاعك شغال 24 ساعة. وبتكسب من فقط الناس في المحتوى اللي انت بتقدمه. وحاب اقول لك في النهاية انه دول كانوا اقوى 3 طرق اساسية. انت ممكن تبدأ في طريقة يعني، خليني اقول لك كده، شبه طريقة رابعة وليها دعوة بانشاء المحتوى. دلوقتي اغلبنا انك بتبدأ قناة يوتيوب، انك تنشئ قناة على يوتيوب. صدقني والله لا غير تنجح من اول فيديو، لان قناة اليوتيوب دي انت كل اللي عليك هو بس اي محتوى عندك هتصور وترفع عليها، تصور وترفع عليها. مع الوقت بتجيب 1000 مشترك، 4000 ساعة مشاهدة. او لو عندك فيديو قصير عندك على اليوتيوب ممكن يضرب ويجيب 10 مليون. وكده خلاص في عندك شروط مخفضة، بتاخد من ارباح مخفضة. وكده قدرنا اننا نستمر ونقدر اننا خلاص نجيب منها فلوس.
فيا جماعة دول كانوا 3 طرق هما الأساس من الربح من الإنترنت. السر اللي مش فيه طرق لقدامك هو إنك تبدأ بس كده. ابدأ واختار الطريقة اللي تناسبك مهاراتك أو شغفك، وخصص وقتك ليهم كل يوم، وتعلم وطور من نفسك باستمرارية، واوعى تيأس من أول محاولة. يا ريت يا ريت أي طريقة تختاروها تعبر لي عنها، وإن شاء الله أقدر أساعدك بيها علشان تقدر تستمر. أنا عايزك تستمر وتحقق دخل بالتوفيق للجميع. أنا عايزك تحقق دخل زي ما غيرنا بيحقق دخل. اشترك بقناة رمز الفكرة، القناة اللي بتجمع بين الإبداع، تطوير الذات، النجاح المالي. كان معكم إبراهيم شفيق من رمز الفكرة. رمز الفكرة، فكر بذكاء واربح بجدارة.